السلام عليكم خياتي خواتاتي، كي راكم؟ ان شاء الله كاع راكم بخير وبصحه وعافيه. هذا هو السبب اللي خلاني نغيب عليكم، واللي قلت لكم راه عندي ظروف خاصه في شهر نوفمبر، هو الولاده تاعي. الحمد لله يا ربي لاني اسلكت على خير وعلى خير يا ربي بخير وعلى خير يا ربي. المهم هنا في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم مشترياتي الأساسية للبنوتة تاعي، ربي يحفظها. راح يعني نشارككم يعني واش كان خاصني، بما أنه كانوا عندي يعني تاع ولدي الأول ربي يحفظه. هنايا بغيت نشارك معكم الأساسيات اللي تقدر أي وحدة يعني تشريهم وما تقدرش يعني تستغنى عليهم. أول حاجة بغيت نشري لها حاجة جديدة هكا للفال باش تلبسها. يعني هكا حاجة جديدة بغيت يعني كي تخرج تلبسها، ولا كي يجوا عندك ضياف، ولا تلبسيها على نهار الاسبوع تاعها، ولا ايضا هذيك الغونيير جبتها ب140. فيها برك دو بياس، يعني البوني والغونيير. جبتها يعني شويه غاليه، يعني تقدروا تسيبوهم حتى ل 110,000 120,000، يعني تجيبوا حاجه شابه بزاف. جاني جبت لها هذاك البودي اللي جاي من تحت، تقفل من تحت. تقدروا تزيدوا معاه يعني سروال من تحت الا كنتو في البرد. حاجه باينه. وغادي تاني كي قلت لك كنتو حاجه كنتو في البرد، تاني لقلها يعني زوج تاع لي بودي، واحد كيما نقولوا يكون قصير ما يتقفش من تحت، ودي لها واحد طويل يتقفل من تحت، وسروال والغونيير اللي يجي من الفوق. تاني من الضروريات لي سيرفيات، جبت 3 تاع لي سيرفيات لقيتهم ب15 ميل. وهذه السربيته يعني كانت عندي يعني من ولدي، كنت شريت 3 تاع لي سيرفيات، وكانت فيهم وحده غوز خليتها حتى يعني نكتب ربي المكتوب، يعني نخليها لبنتي. شريت لها تاني سربيته صغيره تاع وجه، هذه كنت خلصتها ب30 ميل، وكاليتي تاعها بزاف شابه. كاينين هذوك اللي جايين شويه خفاف، وجايين يعني ماشي عراض كيما هادو يديروا 20 ميل، هذوك تاني يفوا بالغرض، يعني تقدري تستعمليهم. تاني هنايا ليغون، هكا واحدة ديريها لها للوجه تاعها، وواحدة تغسلي لها بها يعني يعني تغسلي لها بها من تحت، راكم عارفين. هذوك خلصتهم للزوج ب20 ميل. تاني جبت لها سربيته كبيرة هكا، باش كندوش ولا نغسلها نلويها فيها. هذه كنت خلصتها ب120، بيها الكون تاعها. شوفوا صراحه هذه تقدروا تستغناو عليها، خاطش على هكا انا كي شريتها كانت كيما هكا مبلعه، كانت بالي كبيره، بصح كي حليتها وقلعتها من الكرتونه تاعها يعني غير صغيره، يعني حدها يا ربي تستعملها 3 موا حتى ل6 موا لو ماكسيموم. من الاحسن تجي لها سربيته كيما هذيك اللي شفتوها معايا وهي كبيره تاع 70,000 ولا 100,000، احسن من هادو السرابت. ولا تشرو لها سورتي تبع ديريكت تاع 150,000، ولا كاين حتى تاع 100,000. تقعد لها حتى العام عامين احسن، ولا حتى العام. هنايا هذيك شريت لها تاني تروسه. كنت خلصتها ب30 ميل تروسه، يعني تسحقوها باش ديروا فيها هكا اللوازم تاعها. هنايا تاني جبت لها زوج طاسات، وحده نخليها لها للوجه تاعها، وحده نخليها لها نغسل لها يعني بها من تحت. كما تعرفوا كيكونوا صغار ليقلهم غير الماء والصابون، ما ليقلهمش هذيك لانجات ولا لولي ولا اي حاجه. المهم نروحوا للكوسميتيك. شريت هذه لا مارك. انا ما صراحه نشري جونسون، لكن جونسون راهي غاليه بزاف، وزيد كرانا في هذه الاوضاع. صراحه جونسون راهي مقاطعه. جونسون يعني تدعم هذوك اللي اللي ما يسواوش، نتعذر على الكلمه. لهذا يعني درت مزيه كي شريت هذه لا مارك، صراحه مليحه، تفي بالغرض. كنت شريت لها فيها هذا حليب مرطب. هذا يعني ماشي منظف، يعني حليب مرطب، يعني تقدري ترطبي لها به الجسم تاعها، ولا كيما نقولوا هكا تحت عنقها، ولا يعني ترطبي لها بها المناطق اللي تخافي ت
كيما نقولوا تنجرح فيهم. ولا هنا صابون سائل كيما تقدروا ثاني تجيبوه، يعني صابون هذاك الصامت، كيما نقولوا تقدروا تجيبوه حجرة. وشريت لها تاني شامبو ووحده طالك، يعني هادو هما الاساسيات. كيما قلت لكم كان خصني حليب منظف، خاطش هذاك لولي دي فوا كي نبغي نقي لها به ولا يعني ما ينظفش لقلها حليب منظف. جبت لها هادو بيبي كول لي كوش. انا صراحه نبغي بالكونتيتي، نبغي نشري وحده يعني تاع 40 ولا هكا، باش كل مره ما نبقاش كل مره نقول لها جيب لي وحده تاع 6 ولا تاع 12 حبه ولا. هذا بيبيكو صراحة يعني أنا ما نستعمله لولدي، بصح كنت نستعمله من العام للفوق، يعني تاع نوفوني صراحة حسيته بلي ما جاش عليها. هو الأحسنهم هو كوم بيبي، هو اللي زعما مليح ونفسهم في السعر، يعني ما راهوش غالي بزاف، وخير من مولفيكس وخير من بامبيز وخير من بيبي كول. ثاني جبت لها وحدة يعني قرعة صغيرة تاع زداج بيبغون، ووحدة سوسات. صراحة والله مانيش عاقلة على السعر تاعهم. ثاني جبت هذه تاع الرضاعة، صراحة بزاف بزاف تنفع وتساعدك في ظهرك وتحسي روحك مرتاحة، يعني وانتيا يعني ترضعي فيها بنتك. هذه كنت شريتها ب98 ألف ولا، يعني شريتها في الصيف كانت بروموسيون. فوالا هادو هما الاساسيات يعني اللي كانوا خاصني واللي شريتهم. ثاني كنت شريت لها من بعد كوفرتا، لانه زادت في البرد وما كانش عندها، يعني كانت تاع ولدي كانت عندها في لاكولار بلو، وهي بغيت نشري لها وحده في الغوز، ان شاء الله من بعد نصورها معكم. شريت لها هذه القماطه ولا دغا ولا، تجي فيها هذيك تاع اللي تقدري تقمطي بيها. كنت هذه تاع ولدي صراحة مانيش عاقلة شحال خلصتها، بزاف بزاف جاية طرية وتدفي يعني مليحة بالبزاف. وجبت لها تاني هذا الحاف جاي في الكغي بالبلون، شوفوا فيها هذه السكراتش وكاع هكا باش تقمطي بها. برك هذه القماطة تاعها جايه شويه صغيره، يعني ماذا بكم تشرو وحده تكون كبيره هكا باش تقمطوا فيها ولادكم. وهذا اللحاف فيه 3 بياس، جايبيه بواحد الصبيبات صغير وواحد القفازات وواحد البوني صغير. هذا تاني تاع ولدي، يعني جبتهم وغسلتهم. يعني هادو تاني نقدر نستعملهم ليها. المهم هادو هما المشتريات اللي كانوا خاصني، ولا المشتريات الأساسية اللي على الأم أي وحدة يعني لازم تشريهم. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو داخر في تحضير حقيبة الولادة تاعي وتاع البيبية. نقولكم إلا عجبكم الفيديو تاع اليوم نقولكم ما تبخلوناش بجام، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتخلونا تعليق شباب كيفكم. راني محتاجة الدعم تاعكم هكا باش يعني بكم يعني نستمر، يعني بلا بكم يعني يعني ما كان والو. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، تهلاو في رواحكم وفي يعني وليداتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله.